الغريبة إن الرجالة لما بتيجي تعاقب الست بتعاقبها بطريقتهم هما، ما يعرفوش إن الستات مختلفة وكل ست وليها عقابها. وفي الفيديو ده هنتكلم عن عقاب كل ست في كل بلد. وطبعا لو عايز تعرف عقاب الست المصرية هتبقى مفاجأة في آخر الفيديو. شاهد الفيديو للآخر عشان تعرف عقاب الست المصرية. واعتذر لكل الستات لأن الفيديو فكاهي. هنبدأ بالست السورية. لو عايز تعاقب الست السورية خد منها المصاري، يعني خد منها الفلوس. هتيجي تقول يعني هو قرر يعاقبني وما يعطيني مصاري؟ طب كيف بدي اروح على الكوافير وكيف بدي اعمل بديكير؟ عن جد هيك العقاب ما بيتحمل، هيك عم يعاقبني بالنفسية مش بالمصاري. ولما تيجي تعاقب الست اللبنانية تعمل ايه؟ لبسها عباية. هتيجي تقول هو عن جد لبسني عباية؟ يعني شو مفكر حلو؟ هيك عقاب ولا دفن حي؟ أنا هيك ما بقدر أتنفس ولا أتحرك، كل ستايل عقاب. يا لطيف شو هالعقاب؟ لكن بقى الست السعودية لو عايز تعاقبها ما تجيبلهاش دهب. هتيجي تتجنن وتقول يعني الحين هو قرر يعاقبني وما يجيب لي دهب؟ طب وش بقي من الحياة بدون دهب؟ حتى المزاج ما بيزين إلا بلمعة الخاتم يا ناس. ونيجي بقى للست الكويتية. لو عايز تعاقبها احرمها من الميك اب بس الحقيقة يعني هو مش عقاب ليها هي. هتيجي تقول هو الحين حرمني من الميك اب، زين خلي يشوف وجهي الصبح بدون ميك اب وبعدها بيعرف مين اللي محتاج العقاب الحقيقي. وطبعا بقى الست القطرية لو عايز تعاقبها ما تجيب لهاش خدامة. هتيجي تقول يعني ما جاب لي خدامة؟ طب منو بيقدم لي القهوة ومنو بيرتب لي الغرفة؟ أنا مو متعودة على هالعقاب القاسي، هذا تعذيب مو زواج. نيجي بقى للست البحرينية. لو عايز تعاقبها خد منها مفاتيح السيارة. هتيجي تقول أخد مفاتيح سيارتي